يا مساء الفل، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ مبروك للزمالك وللزملكاويه. انا في موقف عايز احكيه. واقف انا وواحد صاحبي الساعه 7 النهارده. صاحبي ده زملكاوي، فهو اللي بيسالني هو الماتش الساعه كام؟ قلت له الماتش الساعه 6. انتوا الشوط الاولاني يعني خلص والشوط التاني خلاص على وشك انه يبدا. قال لك لا يا عم، ازاي؟ ما انت احنا بنلعب هنا. ما انتوا امبارح كنتوا بتلعبوا هنا ولعبتوا الساعة 9. اشمعنى يعني؟ في ايه مالكم؟ قلت له يا عم انا مالي يا عم؟ هو انا اللي حاطط المواعيد ولا انا اللي عامل ولا انا اللي منظم البطولة دي ولا البطولة دي؟ احنا هنهرج ووقفنا نضحك. فجه واحد زميلنا تاني معدي، فصاحبنا الزملكاوي بيسأله، بيقول له هو الماتش كام كام؟ قال له 0-0. بس انتوا تعبانين وابو سليم تعبان اكتر منكم. انا كاسلام قعدت اضحك بصراحة. هو كل اللي حصل ايه في الماتش النهارده؟ ركنية، يوسف اوباما جون، شكرا. حد يقدر يقول غير كده؟ بس كويس. يعني هو مفيش اي حاجه حصلت غير اللي انا قلته دوت، بس كويس. كان في ضغط زملكاوي عشان هما كانوا فرقه في 18 بتاعهم ما بيعملوش اي حاجه، ولا الزمالك كان بيعمل اي حاجه برضه. حاولوا شويه يخترقوا من الجناب يمين وشمال، وشيكابالا جه من هنا راح هنا وعمل برضه ولا اي جدوى لحد الدقيقه 72 لحد الجول. بس بس بقى المفيد هنا ايه؟ ان الزمالك كل البطولات القاريه اللي دخلها الفتره اللي فاتت، اول ماتش ليه كان يا خساره يا تعادل. النهارده كسر الحته ديت وفاز، خد التلاتة بونت. ربنا وفقه في البطوله اللي هو فيها ويعني عشان خاطر الجمهور. مبروك لاصحابي واخواتي ومبروك لكل زملكاوي جدع. واللي يوصل لهنا انتوا اجدع ناس رجاله. يلا متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير والفولو والحركات الجميله اللي انتوا عارفينها دي. سلام.